اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني اوي والله. تعالوا هنا نشوف هنعمل ايه. معانا حله وهنبقى قرن فلفل وبصلايه وطماطمايه. هنعمل كنتاكي كديه. انا دخلت النهارده تحدي مع ابني لاني كان عايز ياكل كنتاكي من بره، فقلت له اعمل لك في البيت. هو مش قطع، يعني القطع اللي هي بس هتطلع احسن منها ان شاء الله. وكنت شوحتهم زي ما انتم شايفين هنا. هنا بقى معانا لوري وكاري وكركم ومكعب من المرقه، ومعانا شوربه. هنعمل رز بسمتي. تمام. انا هنا كل ما بجيب فرخه باخد الحاجه بتاعتها علشان اسيبها، يعني اسيبها في الفريزر اللي يعني تجربه زي اللي حصلت النهارده دي. تمام. معايا بقى طبقين من الدقيق، نزلت عليهم بكركم وكاري سبع بهارات وبهارات فراخ ومعلقه كبيره من النشا. وكنت اخدت نصهم ونزلت عليهم بميه، وكنت دوبتهم زي ما انتم شايفين كده. ومعايا النص التاني اهوت مبهر برضو. وهنا الرز بتاعي كان استوى. وكنا هنعمل النهارده اطعم واحلى كنتاكي في البيت والله العظيم. طبعا الكنتاكي عشان تجيبيه النهارده بقى مكلف جدا. اما احنا اصلا بنجيب الفراخ العاديه من عند الفراخجيه يعني غاليه جدا. هنا زي ما انتم شايفين كده بقى بطراطيف ايديا، وهغلف الفراخ بتاعتي. ده هنا نص فرخه مع الاجزاء اللي انا كنت شايلها. تمام. بطراطيف ايديكي عشان تعملي الخرفشه بتاعت بره. تمام. بصوا هنا كنت كده، وهكذا هفضل كده لغايه ما اخلص الكميه كلها. وهنا بقى كنت نزلت في الزيت كده، كان سخن جدا، وحط زيت غزير كده زي ما انتم شايفين. وكنت خلاص قربت اخلص، لان انا عملت معاكم الطبقه دي عشان انا معايا بيبي والله صغير، فصعب جدا وانا بصور، سامحوني يعني. وكنت هنا خلصت. بصوا كنتاكي ده ولا مش كنتاكي يا جماعه؟ ودخلت معاه لحد النهارده اللي هو مش هيجيب حاجه من دي من بره تاني. لو عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك وشير. بصوا الجمال. كنتاكي ده ولا مش كنتاكي يا جماعه؟ حطوا لايك وشير وشوفوا الشكر بخير. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، امين يا رب العالمين. بصوا الشكل خطير.